عنوان حلقتنا لليوم أمثالنا الشعبية. سنستضيف العم صالح. كيف حالك يا عم صالح؟ أهلا يا دولي، أهلا يا كوكي، كيف حالكما؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. سنسألك سؤال يا عم صالح، ما هي الأمثال الشعبية يا ترى؟ الأمثال الشعبية هي أقوال توارثناها عن آبائنا وأجدادنا، نقولها في أوقات معينة وتدل على مواقف كثيرة. شكرا يا عم صالح. ممكن أن تحكي لنا بعضا من تلك الأمثال؟ نعم. مثلا في عندنا مثل بيقول: الجود من الموجود. وهذا المثل يا أصدقاء بدل على الكرم. نعم، وأنا كمان أعرف مثلا آخر. ما هو يا ترى؟ اسأل عن الجار قبل الدار. وهذا المثل يدل أن نختار الجيران الجيدين قبل أن نشتري البيت. أحسنت يا كوكي. والآن سنتعرف على مزيدا من الأمثال الشعبية مع صديقتنا عايدة وجود. هيا عايدة، يا عايدة. نعم. يا جود. نعم. تفضلا لنستمع سويا. شو يا جد يا أم محمد؟ سمعت زي الخطاب لبنتك على قلب المثل والفول مسوس رفيع الأعور. لا يا جدي، لا شو هالحكي، لا يكون مش عاجبك، لا شو بدوش يعجبني. خذيت العين عنك وعن بنتك على قلب المثل، طب الجر على كمة تطلع البنت لما. يا حبيبتي الجماعة بدوروا على الأصل، مثل ما كان المثل: خذ الأصيلة وأنا مع الحصيلة. والجمال مطلوب برضه، وإحنا الجمال كله على قلب المثل. البشا بنغسل كل يوم، والحلو حلو لو فاق من النوم. بس شو بدنا نعمل؟ هذيك اسمه النصيب. على قلب المثل: حط الكبايح بالسما رايح، حط الملاك بالأرض طايح. على قلب المثل: لو ما كان الطول عينه لنقطع بصرك وعود. ولا مين اللي يشهد مع العروس؟ امها، خالاتها، وعشرة من قراباتها. هو انصدمت فيك يا ام احمد، فكرتك حقوقك معي، بس عمر الحياة ما تصير غير. أحسنتم. دعونا نصفق لهم يا أصدقائنا المشاهدين. سؤال حلقتنا، تفضل يا عم صالح. سؤالنا لليوم: ما المثل الذي يدل على اختيار الصديق في السفر؟ إلى اللقاء.